السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. مرحبا بكم خوتي وخواتاتي في قناتي وقناتكم عالم حسناء ورجاء. اليوم كما كتشوفوا فيديو جديد، نهار جديد. اليوم غادي نشارك معكم كيكة كوكيز الشهيرة اللي كلشي كيعرفها، بواحد الكريمه اللي لذيذه والمذاق ديالها رائع والشكل ديالها حتى هو زوين. غادي يبغيوها وليداتكم. حنا دابا على مقبلين على الدخول المدرسي، الله يجعله موسم ان شاء الله يكون موسم حافل بالنجاح والتوفيق للجميع، ويوفق ربي جميع الطلاب والطالبات. الله يوفق الجميع. فهاد الكيكه هذه غادي يعجبوها وليداتكم، وتقدروا يعني تحضروها وتعطيوها لهم يديوها معاهم، يعني اللانش بوكس ديالهم ديال المدرسه زوينه، ويعني الوليدات غادي يعشقوها. شكون اللي ما كيبغيش كوكيز؟ فبسم الله على بركه الله غادي ندوزو نحضروا الكريمه. هي اول حاجه، فكما كتشوفوا هنا عندي كاسرونه غادي ندير فيها الحليب. غادي ندير 3 الكيسان ديال الحليب. هذا الكاس الاول. غادي نزيد الكاس الثاني والثالث. يعني راه كلشي كيعرف كيفاش يدير يحضر الكريمه ديال النشا، كنشارك معكم طريقتي فقط. فإلا عجبكم هذا الفيديو ما تنساونيش من لايك وبارطاجيو الفيديو مع العائله والاصدقاء فضلا منكم وليس امر. ونتمنى انكم تدعموني بالبصمه ويعني والمشاهده. فكما شفتوا هنا درت 3 الكيسان ديال الحليب. هنا ضفت معلقه ونص ديال السكر، والحلاوه دائما كتبقى على حسب الرغبه ديال كل واحد. كاين اللي ما كيبغيش شي حلاوه يقدر ينقص، كاين اللي كيبغي يعاود الحلاوه كثيره يقدر يزيد، فكنبقى الاختيار ديال كل واحد. هنا غادي ضفت المعلقه الاولى ديال النشا، وغادي ندير في المعلقه الثالثه 3 المعالق في المجموع ديال النشا. غادي نضيف ليهم معلقه ديال الكاكاو المر، معلقه عامره مزيان بالكاكاو المر. وغادي نخلط كل شيء على البارد. غادي نخلط مزيان حتى يذوب السكر ويذوب داك النشا والكاكاو المر. عاد غادي نحطهم فوق النار، كنخلطو مزيان على البارد، يعني كنتفاداو باش ما يبقاوناش دوك الحبيبات ديال الكاكاو او ديال النشا. فكنخلطو مزيان. هنا غادي نضيف واحد الفلو بنكهه الشوكولات لانني نسيته في الاول، عاد تفكرته. فلو ديال الشوكولات غادي نضيفو حتى هو هنايا، اللي حتى هو كيعطينا واحد اللوبو زوين لهاد الكريمه هذه. كيجي فيها مذاق زوين، كيجي مذاق رائع. غادي نعاود نخلط مزيان وغادي نحطها فوق النار. يعني ما كنحبش من التحريك باش ما كتلصقش، كنبقى كنحرك حتى كتعقد معايا الكريمه. راه دغيا دغيا كتعقد، يعني ما تغفلوش عليها لان كتلصق في الاسفل ديال الاناء اللي كتكونوا دايرين فيه كتلصق. هنا الكريمه ديالي راها وجدات كما كتشوفوا، راها عقادت صافي. هنا غادي نغطيها بواحد البلاستيك غذائي، غادي يعني نحطو مباشره فوقها باش ما تكونش ديك القشره اللي كدير على الوجه ديالها. غادي نحط عليها ديك البلاستيك مباشره وغادي نخليها على جنب تبرد. وغادي ندوزو باش نحضروا العجين ديال اللي غنخدموا بها هاد الكيكه هذه. فبسم الله على بركه الله. المكونات هنا اللي غادي نحتاجو في هاد الكيكه هذه، هنا عندي 3 الكؤوس ونص ديال الدقيق، يعني الدقيق الرطب الفرص رطب. عندي 2 ساشيات ديال السكر بنكهه الفاني، عندي خماره حمراء، عندي 2 معالق ديال الزبده تكون يعني بدرجه حراره المطبخ، 2 معالق ديال النشا، وعندي بيضه، وعندي هنا معلقه صغيره ديال الكاكاو ومعلقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان، عندي نص كاس ديال الزيت ونص كاس زايد شويه ديال السكر. فاول حاجه غادي ندير واحد القبيصه ديال الملحه، ضروري كنديروا ديك القبيصه ديال الملحه في الحلويات ديالنا. وغادي ندير البيضه. البيضه حتى هي كنت مخرجها من قبل، هي والزبده كنت مخرجهم من قبل. ضروري اننا نخرجهم من قبل، كما كتعرفوا ضروري البيض. اي حاجه كنا غنصوبوها اي حلوه البيض كنكونوا مخرجينها من قبل من الثلاجه. ضفت 2 ساشيات ديال نكهه الفاني، تقدروا ديروا اي نكهه كتبغيو. انا درت الفاني صافي، وكنخلط ديك البيض مع السكر والفاني حتى كيذوب داك السكر سنيده. عاد غادي نبدا نضيف المكونات الاخرين. هاد الكيكه هذه راها ساهله وسريعه وكتجي زوينه يا البنات، والله كتجي رائعه. وليداتكم غادي تعجبهم.
لان كوكيز كنقولوا كوكيز راه الدراري الصغار كاملين كيحماقوا عليه، فكتجي زوينه. اي حاجه فيها الشكلاط الدراري كتعجبهم. هنا غادي نضيف الزبده. كما كتشوفوا الزبده راه طريه، يعني خرجتها من الثلاجه ترخات شويه باش تساعدنا ما تعذبناش، راه بكل سهوله كتخلط معانا. غادي نضيف الزيت كما قلت لكم، نص كاس ديال الزيت صافي، وكنخلط. غادي نضيف ديك المعلقه الصغيره ديال القهوه سريعه الذوبان، ومعلقه صغيره ديال الكاكاو المر. غادي من الاحسن ان نغربلوهم باش ما كيبقاوش دوك التكتلات ديال القهوه. كما كتعرفوا ضروري نغربلوهم. كنغربلهم كما قلت لكم باش كنتفادى دوك التكتلات ما يبقاوش في العجينه باش ما يعذبونيش. وكنخلط. كنتمنى هاد الوصفه هذه انها تعجبكم وتجربوها وتشجعوني بلي لايك. هنا كما قلت لكم 2 معالق ديال النشا الدور ديالها هو كيعطينا كيزيد يعطينا هشاشه لديك العجينه ديالنا، كتجينا الكيكه هشيشه بزاف. هاد النشا هذه كتساعدها باش كتجي هشيشه. صافي هنا غادي نبدا نضيف الدقيق، يعني غنحيد هاد الفوي هذا وغنبدا نخدم بيدي. ما نديروش طحين دفعه واحده، نديرو غير شويه بشويه على حسب. كاين طحين اللي كيشرب، كاين اللي ما كيشربش، فما نزربوش ونضيفوه كامل، نضيفوه شويه بشويه. تقدر تدخل لكم كتر من 3 الكيسان ونص، تقدر تدخل لكم قل. يعني كنضيفوه بشويه بشويه حتى كنحصلوا على العجينه رطبه، ما كتكونش العجينه قاصحه. هذا هو القوام ديالها. هنا عندي هاد لي بيبي دو شوكولا او شكلاط كوكيز، كنضيف منه واحد شويه، ما نكثروش بزاف باش ملي نجيو نقطعوها ما تبقاش تهرس، لانها كتكون هشيشه. الا كثرنا داك الشكلاط فاش كنجيو نقطعوها كتبقى تهرس. صافي كنخلط. وهذا هو القوام ديال العجينه كما قلت لكم. صافي العجينه ديالي غادي نقسمها على جزء غيكون اكثر من الاخر، غيكون يعني نقسموها في النص، ولكن جزء غيكون اكثر من الاخر، وغادي نقول لكم علاش. صافي دابا العجينه ديالي غادي نسرحها في اللاطه، يعني اللاطه نتوما اللي كتحكموا، كل واحد على حسب اللاطه اللي عنده. انا عندي هاد اللاطه هذه مربعه، فغادي نسرح فيها العجينه بهذا الشكل هذا. كنبدا كنسرحها على الجوانب ديال العجينه ديال المول كامل. كنبدا كنسرح وانا كنحاول كنطلع من الجناب. هادشي علاش درنا جزء اكثر من الاخر. هذا يعني الجزء الكبير هو هذا كنديروه في الاسفل، وكنبقاو كنسرحوها هكا بيدينا، وحنا كنحاولوا نطلعوه من الجناب باش ملي كنديروا الكريمه ما كتخرجش لينا من الجوانب. هادشي علاش قلت لكم العجينه يعني كتكون جزء اكثر من الجزء الاخر. صافي سرحتها بهذا الشكل وطلعتها من الجوانب كما كتشوفوا بهذا الشكل هذا. هذا العجين اللي تبقى لي غادي نسرحه على شكل ديال المول. غنحاول نسرحه على شكل مربع، يعني هو اللي غنديروه هو اللي غيكون على الوجه ديال الكيكه. كنسرحها بهذا الشكل هذا، كنعطيها شكل مربع باش كتجيني نيشان على القياس ديال المول، على الشكل ديال المول بهذا الشكل هذا. كما كتشوفوا راه كتسرح معنا بكل سهوله. العجينه طريه ما قاصحاش، كما كتشوفوا راه كتسرح بكل سهوله. صافي هذا هو الشكل ديالها. دابا غادي نجيب هاد الكريمه ديالي اللي راها ما بردتش بزاف، يعني مازال دافيه، ما بردتش 100%، مازال دافيه شويه. كنحاول انني نحركها بهاد السباتول هذه، وغادي نفرغها في الوسط ديال داك المول. كنفرغها كما كتشوفوا، وغادي نسرحها يعني بشكل متساوي على جميع الجوانب ديال هذا المول هذا. نتمنى هاد الوصفه تعجبكم، واللي وصل معايا حتى لهنا كنقول ليه ما تنساش اللايك فضلا منكم وليس امر. خوتي وخواتاتي راكم كتنساو لي اللايك، فشجعوني كما كنشجعكم انا، فشجعوني حتى نتوما. انا راه ما كنساش اللايك عند اي واحد، ما كنساش اللايك. فحتى نتوما ما تنساوليش ديك البصيمه للتشجيع فقط. نتوما عارفين الدور ديال ديك البصمه هو التشجيع يعني، وباش الفيديو كيطلع شويه. هادشي علاش ما عندها حتى شي اهميه اخرى من غير هادشي اللي قلت لكم. صافي هنا كما كتشوفوا غادي هزيت داك تقطع ليا البنات طفات الكاميرا. هزيت داك الجزء اللي طلقت بالدلاك وحطيته على من فوق الكريمه، مباشره فوق ديك الكريمه.
هنا كنديروا نحاولوا نديروا واحد الثقوب باش كتصيب داك الهواء منين يخرج باش ما كترتقش لينا الوجه ديال الكيكه. العجينه راها كتكون طريه، راها كتكسر، ولكن ماشي مشكل، راها يعني كنحاولوا اننا نغطيو الوجه ديال ديك الكريمه كامله، ما نخليوش الكريمه باينه. هنا درت داك الحبيبات ديال الشوكولا وغادي ندخل الكيكه ديالي للفران طيب. الفران كيكون سخون من قبل، كنقصلو وكنخلي الكيكه ديالي طيب. تقريبا كتاخذ معنا ما بين 25 حتى ل 30 دقيقه. وهذا هو الشكل ديالها كما كتشوفوا كيفاش جات، تحمرت وجات زوينه. هنا غادي نقسم معكم باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. راها كتجي زوينه بزاف، كتجي يعني هشيشه هشيشه، كديروها في الفم كتذوب غير بوحدها. هنا كما كتشوفوا القسنص الطريف، غادي نوريكم كي جات من الداخل. وراها هشيشه البنات، كتهرس غير بوحديتها كثره الهشاشه اللي فيها، والله العظيم كتجي غزاله ما تشبعوش منها. فنتمنى انكم تجربوها، وكما كنقول لكم الا شفتوا الفيديو انه يستحق فخليوا لي بصمه وبارطاجيو الفيديو مع العائله والاصدقاء فضلا منكم وليس امر. هنا كما كتشوفوا انا كنحاول نزيد نقسم لكم لانني انا ما خليتهاش هكا، قطعتها طريفات ودرتها في واحد البواطه حتى بردات، ودرتها في البواطه وخليتها في الثلاجه. فراها تنكلت في نهارها، والله العظيم الوليدات عجباتهم، تنكلت في نهارها جات زوينه بزاف. فنتمنى انكم تجربوها، وكنقول لكم شكرا على التشجيع، شكرا على الدعم، وتبقاو على خير حتى الفيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.